السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت في بداية الفيديو تصلي على النبي، ولو مش مشترك في القناتين اشترك دلوقتي حالا وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الفيديوهات الجديدة. وما تنساش اللايك والشير للفيديو. عقوبة كهرباء اللي الكلام داير عليها الأيام دي، بيقول لك يعني في تقارير صحفية أنا مش عارف إزاي يعني، وإعلاميين يتكلموا فيها، بيقول لك إيقاف كهرباء 12 مباراة وغرامة مليون جنيه. طب الكلام ده ما وصلش للنادي الأهلي خطاب بشكل رسمي، بس خلينا أبقى معاك كده في البداية. اقصى عقوبه او قدام حضرتك لائحه رابطه الانديه بيقول لك اقصى عقوبه 6 مباريات و50,000 جنيه، دي اقصى عقوبه. فما انت تخرج بقى تقول 12 مباراه ايقاف ومليون جنيه غرامه، ده انت بتخترع عقوبه جديده. ده اللائحه بتاعتك مفيش فيها الكلام ده. طب انت جبت العقوبه دي منين؟ هل مثلا جبنا ناس من بره تفكر تخترع عقوبه مخصوص للكهرباء، ولا ايه بالظبط؟ طيب خليني معاك. المباراة عدى عليها شهور، اشمعنى الايام دي بنتكلم فيها؟ طلعت قرار لكهربا دلوقتي والمستشار مرتضى منصور دلوقتي، اشمعنى؟ طب ما هو تم عزله من منصبه زي ما قلت لك. ليه؟ ليه انت طلعت القرارات دي؟ مرتضى منصور او المستشار مرتضى منصور تم عزله من منصبه، ولجنة الانضباط عمالة تدي في قرارات وبيانات ومش عارف ايه، وهو اتعزل. هيحضر فين فريقه ولا هيروح الاستاد فين؟ ما هو اتعزل من منصبه. انت بناء على ايه طيب هت هتحاسبه؟ طب والغرامه دي هيدفعها ازاي؟ هيدفعها ليه اصلا؟ طب ما هو اصلا اتعزل، ايه اللي هيدفعها؟ طيب بمناسبه سباب جماهير النادي الاهلي لشيكابالا، شيكابالا انا ضد السب والقصف في اي لاعب، بس قلت لحضرتك قبل كده دي كلها مندسه، ما تخصش النادي الاهلي في شيء. دي ناس مدسوسه وكلنا عارفين مين اللي باعتها ان هي تعمل الفتنه دي وتقوم الدنيا كده على النادي الاهلي وجماهيره، عشان النادي الاهلي حاليا هو النادي الوحيد اللي بيمثل مصر في افريقيا. كلنا عارفين في افريقيا مسموح لك الاستاد كامل، فهم دلوقتي عايزين يوقعوا النادي الاهلي او يحرموه من جماهيره زيهم. طبعا انت عارف مين اللي سبب في القصه دي ومين سبب تدمير الجماهير النادي الاهلي. طيب شيكابالا انا قلت لك ضد سبه وقصفه في مباراه الزمالك واسوان. اللاعب طلع غلط في جماهير اسوان ومحدش طلع عليه اي عقوبه ولا حد اتكلم في حاجه. كهربا طبعا عشان المستشار لازم نلفق له اي حاجه، مش كفايه راجل كل شويه عمال نتكلم عليه، كل شويه نتكلم عليه. ايه مفيش غير كهربا؟ نطلع له اي قرار نوقفه. طيب جماهير النادي الاهلي سيبك من كهربا لاعب، والاهلي مش هيقف على لاعب. دلوقتي عايزين تخسروا فريق النادي الاهلي من جماهيره او تخلوه يحضر من غير جماهير، تحضر مباراته من غير جماهير. طيب ماشي يا عم، يا عم انا معاك، القانون على عيننا وعلى راسنا. طيب مباراة الزمالك والمصري قدام حضرتك اهي، حصل الكارثة دي. ورغم ده كله محدش اتكلم ولا قال اي حاجة، ولا طلع عليهم قرار عقوبة حتى ولو بجنيه واحد. قال لك التلفيات الزمالك هو اللي هيتحملها. ده اللي طلعوا قالوه. انت متخيل لجنة الانضباط طلعت قالت الكلام ده، واتحاد الكورة ورابطة الأندية كلها لا، اللي هي مسؤول على الكلام ده الزمالك هيتحمل التلفيات دي. طب والسب والقصف؟ طيب انا مش عارف والله اتحاد الكورة ده عايز يعمل ايه في البلد، وفين التطور اللي انت منتظره اللي يحصل في الكرة المصرية؟ ده انا متهيألي الدوري السوداني هيتقدم عننا واحنا زي ما احنا. تعال نشوف الفيديوهات بتاعتنا ونرجع تاني، يلا بينا. كتبت على تويتر إن كوكا بيلعب في المنتخب عشان علاقة نسب. رد عليا. ايوه كتبت كده. رد. لا انا كتبت كده. ايه تقصد ايه يعني؟ ميدو بيكلمك على احمد حسن كوكا ان في علاقة نسب، ان هو عشان كده بيروح المنتخب. طب يا كابتن ميدو، انا مش عارف ايه المشكلة اللي بينك وبين احمد حسن كوكا ومجنون منه كده قوي ليه؟ طب يا كابتن ميدو، انت لو عندك الجراءة يا احمد يا حسام يا ميدو تقول لنا عمر جابر بيروح ليه المنتخب. لو عندك الجراءة قول لنا دي، ده جماهير الزمالك ذات نفسها مش مقتنعة بيه. قول لي ليه بقى بيروح المنتخب، يا ريت تجاوبني. طبعا مش هتلاقي اجابة لان كلنا عارفين بيروح للمنتخب. تعالى بقى نخش على ايهاب الفولي بيقول ايه.
وارجع لي تاني، يلا بينا. ولكن في اصرار، مش هقول لك بقى على تعطيل مرتضى منصور او تعطيل مجلس اداره مرتضى منصور، لا، في اصرار على عرقله مسيره نادي الزمالك. الاصرار ده من مين؟ من النادي الاهلي. اصرار واضح على عرقله مسيره نادي الزمالك. ما يبقاش فيه قطب تاني في الرياضه المصريه، سواء ولو الزمالك خلصت منه ورجع لترتيب تاني، هتلاقي الخناقه مع بيراميدز، هتلاقي الخناقه مع الاسماعيلي، لازم هتلاقي فيه صراع. الفولي بيقول لك الاهلي هو اللي مصر ان يعرقل مسيره الزمالك عشان ما ينجحش وما يبقاش فيه منافس قوي، وهيطلع له بيراميدز والاسماعيلي وبرضه هيوقعهم. طب والاهلي ماله؟ هو الاهلي ليه طرف في الموضوع في عزل مستشار مرتضى منصور؟ هو الاهلي محمود الخطيب هو اللي حبسه عشان سبه وقصفه، انما انتوا اي مصيبه بتقعوا فيها اي حاجه الاهلي ومحمود الخطيب، اي حاجه النادي الاهلي ومحمود الخطيب. انا مش عارف ايه حوار الاهلي ده اللي عامل لكم جنان. انا مش، طب انتوا الاهلي مش طرف دلوقتي؟ عبد الله جورجي ومش عارف مين ومين ومين هم اللي عزلوا المستشار مرتضى منصور من رئاسه نادي الزمالك. وبعدين يا استاذ ايهاب، هو مش المستشار كذا مره قال لك انا مش عايز اقعد، انا عايز استقيل؟ طيب ايه المشكله؟ الراجل دلوقتي ادي هيمشي، يا ترى مش هيتقدم في الانتخابات الجايه؟ مش هيقدم ورق ترشحه تاني؟ هيتقدم. طالما ليه؟ طب هو مش عايز يقعد في رئاسه نادي الزمالك، ليه هيقدم تاني؟ جاوبنا يا استاذ ايهاب. اظن يا استاذ ايهاب انت فاكر قصه الفراخ، هو ده دورك. غير كده يا استاذ ايهاب انت ما بتتكلمش بربع جنيه كوره. وده اللي قاله ايهاب الفولي. يا ريت ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الفيديوهات الجديده. السلام عليكم ورحمه الله.